اهلا وسهلا فيكم يا حلوين. اليوم راح اعمل لكم المشبك، وطبعا مش راح اطول عليكم. عندي كوب سميد ناعم فرخة، وكوب سميد خشن. هون عندي نص كاسة قطر، وما شاء الله حاطط عليها ماء الزهر. طبعا ماء الزهر يا غوالي حسب الرغبة، بس من اول ما حطيتها الصلاة على النبي طلعت الريحة يعني بشكل مش طبيعي. وهون عندي نص كاسة طحين، وهون عندي كاسة وربع مي، بس لازم يكون فاتر. وهون معلقة بيكنج بودر كبيرة، وحاطط عليها نص معلقة فانيلا. طبعا هلا وهون شوفوا يا غوالي، هذا ماء الزهر مستخلص، ماء الزهر جايبه من الشام، يعني ما شاء الله ريحته قوية كتير. في ناس بتقول انه هالأكلة خاصة بالشتاء، بس بسوريا بالصيف وبالشتاء بنعملها. اما باقي الدول يعني مثلا مثل هون بالكويت ما بيعملوها غير في رمضان فقط. ويلا انت الخطوة اللي بعدها يا غوالي. هلا اول شي بنفضي السميد الناعم، وبعدين سميد الخشن. بسم الله. ونفضي عليهم الطحين الفرخة، ونفضي القطر مع ماء الزهر والبيكنج بودر والفانيلا طبعا. وهلا طبعا لازم تخلطوهم كلهم مع بعض. واخر مرحلة هي المي. طبعا مي انتوا حطوا، وانا هيك راح اعمل، يعني ما راح احط الكمية كلها مرة واحدة، حسب ما احس العجين انه بده. بسم الله. هلا حطيت كاسة مي. طبعا لازم يكون عندكم فاتر المي يا غوالي. ها طبعا كاسة المي تمام، ما راح احط كاسة مي وربع. بس السميد معلومة مهمة انه بيمتص المي يا غوالي. شوفوا لي يا غوالي على المشبكات، شي فخم على الاخر، شغل ابو عبود. لك شوفوا لي على هالاسورة يا غوالي والذهب. يا عيني يا عيني على المشبك، والله بيفتح النفس ما شاء الله، الصلاة على النبي. وهي المشبك صار جاهز في القطر يا غوالي. لازم تخلوا 10 دقايق او ربع ساعة. شوفوا لي على القوام ما شاء الله. ما شاء الله. وكون شوفوا لي يا غوالي. كان معكم الشيف شامي صلاح شاهين، جربوها كتير طيبة والله. شوفوا لي يا غوالي على الفن، تفضلوا صحتين وعافية. هاي المشبك جاهز، وهاي المشبك يا غوالي. شوفوا لي وصلوا على النبي. ما شاء الله. هاي بشكل عدينا عم باكل من قلب الشام بس.